مساء الفل عليكم يا اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى جايه لكم بفيديو سهل وبسيط. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا كيكه الشوكولاته الاطعم، مفيش اطعم منها واحلى منها، واتعملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا. زي ما انتم شايفين احلى صوص شوكولاته ده ولا ايه يا جدعان؟ عملنا صوص الشوكولاته على النار وما احتاجناش اللي احنا نجيب مكعبات شوكولاته. تمام، زي ما انتم شايفين الكيكه عامله ازاي قدامكم، وقطعتها قدامكم كده، بتقطعيها التقطيع اللي يعجبك. متنسوش بقى بنات اللايك والشير والسبسكرايب للي اول مره يشوف قناه، تشجيعا ليا عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. يلا بقى بينا يا بنات نشوف الكيكه الروعه. بصوا شايفين بقى هشه وطريه، وصوص الشوكولاته بصوا خطير. اللي يشوف الصوص الشوكولاته ما يقولش اللي احنا عاملينه بالكاكاو. يلا بقى بينا نخش على المقادير من غير رغي كتير. طبعا هندخل الدقيق مع بعض. انا معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده احنا حطينا كوبايه الاولانيه وحطينا كوبايه الا ربع التانية، يبقى كده احتاجنا كوبايتين الا ربع من الدقيق. طبعا زي ما احنا متفقين يا بنات اللي احنا بنعاير. طبعا بص بتدخلي الدقيق بيكون في اي حاجه بتطلع. هنحط بقى رشه من الملح. طبعا معايا بقى الخلاط، نزلنا بكوبايه ونص من السكر. طبعا احنا هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته وبرده المقادير بتاعه الكيكه. كوبايه ونص من الحليب، يبقى احنا كده نزلنا بكوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الحليب، لان احنا بنعمل الصوص الشوكولاته. وهننزل ب3 معالق من الكاكاو منخولين زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. يبقى احنا حطينا كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الحليب، 3 معالق من الكاكاو كبار، معلقه الاكل، وشغلت عليها الخلاط زي ما انتم شايفين وضربتهم كده مع بعض كويس جدا. هنزل بقى بورقه من الفانيليا. نزلت بواحده من الفانيليا كده، ونزلت بواحده كمان عشان اخلي الصوص ليه طعم. وهنزل بقى هنستخدم كوبايه من الزيت، نزلت بنصها وشغلت الخلاط. بصوا يا بنات زي ما انتم شايفين قوام الصوص عامل ازاي، صوص الشوكولاته. ولسه كمان احنا لسه ما حطيناش الزيت كله، يعني زي ما انتم شايفين كده فاضل لسه كوبايه ربع كوبايه من الزيت اهي. هنزل بقى بالربع كمان زي ما انتم شايفين كده. ضربنا صوص الشوكولاته اهو، واجمل صوص شوكولاته يا بنات مفيش اطعم واحلى من كده. انا هاخد كوبايه كده كبيره من صوص الشوكولاته، وبرده هاخد كوبايه الا ربع تاني برضو كده، كوبايه تانية اهي، كوبايه الا ربع تاني عاملاها اهي. يبقى احنا كده خدنا من الخليط اللي احنا عملناه مع بعضنا، خدنا كوبايه ونص. بصوا يا بنات اهي كوبايه ونص، خدت كوبايه مليانه وخدت نص كوبايه من التانية يعني. معايا بقى 3 بيضات. يبقى احنا كده عملنا 2 في 1، عملنا صوص الشوكولاته والمكونات معانا بتاعت الكيك. 3 بيضات حطيت عليهم حوالي معلقه كبيره كده من عصير الليمون، وهنزل بيهم على باقي الخليط بتاعي، باقي المكونات اللي هي السايله اللي هي في الخلاط، اللي هو باقي صوص الشوكولاته. معايا بقى طبعا احنا قلنا رشه الملح وكوبايتين الا ربع من الدقيق. ليه حطيت كوبايتين الا ربع؟ لاني احط معلقه من الكاكاو كده، وبعدين عشان انا حاطه 3 معالق حاطه 3 معالق في المكونات اللي هي السايله. تمام يا بنات كده. طبعا انا نزلت طبعا زي ما انتم شفتوني بمعلقه من الكاكاو على الدقيق، وقلبتهم مع بعض كده المواد الجافه. احنا بقى عايزين اي حاجه مسكره بقى كده. نزلت بقى بالمكونات السايله على على المكونات الجافه اللي هو الدقيق ورشه الملح، وطبعا معلقه الكاكاو اللي انا حطيتها. طبعا رحت ماسكه بقى شويه من الميه كده، ورحت قلبتهم في الخلاط، ورحت حطيتهم زي ما انتوا شايفين كده على على الخليط اللي انتوا شايفينه. لان يعني حسيت اللي هو محتاج شويه ممكن تحطي بقى لبن، تحطي ميه زي ما انت عايزه. هنزل بقى بكيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي موجود عندك. انا بحب زي ما انا قلت لكم بحب احط اللي هو البيكنج باودر او الكيك شيف دوت في الاخر خالص. ببتدي اللي انا بقلب زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما البيكنج باودر يختفي تماما في الخليط كله، يتمزج في بعضه كده. الخليط يا بنات جاهز معايا. عايزاكم بقى تتابعوا الفيديو لغايه الاخر، لان عايزاكم تشوفوا صوص الشوكولاته اعمله ازاي، اللي هو يعني اعمله ازاي اللي هو يوصل بالقوام اللي انتوا شفتوه دوت في بدايه الفيديو.
جايبه بقى صينيه ممسوحه كده بالزيت، وهبتدي بقى انا بنزل بالخليط زي ما انتم شايفين كده. نزلت بالخليط كله، وقبل ما اشتغل قبل ما اشتغل في المكونات يعني، او قبل ما اشتغل في الكيكه، رحت ولعت الفرن على 180 درجه. خبطتها كده خبطتين كده على رخامه المطبخ، وبقى ادخلها الفرن زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. يلا بقى بينا، قبل ما انا دخلتها الفرن يلا بقى اقول لكم هنعمل ايه بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه مع بعض. نزلت بقى بصوص الشوكولاته كده في طبق، او عندك اي حله كده على النار زي ما شايفين كده. هو قوام صوص الشوكولاته مش محتاج اي حاجه، انت ممكن تحطي كده على الكيكه على طول، بس انا بحب احطه على النار كده، بيدي طعم تاني، حاجه تانية بقى. تحس اكنك جايبه شوكولاته خام ومسيحاها، مش اكنك اللي انت عامله كاكاو خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، احلى صوص شوكولاته ده ولا ايه يا بنات؟ بصوا قوامه جميل جدا، اللي يشوفه ما يقولش اللي انا عاملاه بكاكاو خالص. انا حطيته على النار زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اللي انا بقلب. الخطوه اللي انا بعملها دي بتخلي الصوص معايا، صوص الشوكولاته بيخليه لذيذ جدا، والطعم بتاعه بيبقى تحفه. زي ما قلت لكم اكنكم جايبين شوكولاته خام ومسيحينها على بخار الميه يعني، اكنكم جايبين شوكولاته خام ومسيحينها على بخار مائي. تمام يا بنات، زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكيكه خرجت، سبتها بقى تهدى شويه، واختبرتها بالخله، او تختبريها بالسكينه كده، وتحطي طرف السكينه في قلبها. لازم تحطوها في قلب الكيكه كده. لو طلعت بخليط يبقى كده لسه ما استوتش، طلعت فاضيه يبقى كده استوت، وانت اصلا ما تفتحيش عليها غير بعد 30 دقيقه، نص ساعه. زي ما انتم شايفين يا بنات قوام الصوص الشوكولاته عامل ازاي. ممكن بقى انت تحطي صوص الشوكولاته دوت معلقه من الزبده او نص معلقه من الزبده، بيدي لها لمعه كمان. انا ما حطيتش، بصوا ما شاء الله لمع ازاي. طبعا فضيت كل صوص الشوكولاته على الكيك زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله بجد قوام صوص الشوكولاته خطير، ما فيش ولا احلى ولا اروع من كده، بجد حاجه جامده جدا. عملنا صوص شوكولاته من الكاكاو، وكله ببعضه مع بعض يعني. بصوا ما غرمناش اي حاجه. عملنا يعني بدل ما انا اعمل صوص الشوكولاته لوحده والمكونات بتاعه الكيكه لوحديها، لا، عملت كله، ورحت واخده زي ما انتم شفتوا كوبايه ونص، ركنتهم على جنب، وبعد كده حطيتهم على وش الكيكه من فوق كده. وببتدي بقى طبعا زي ما انتم شايفين بسويها، زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، بسوي الكيكه. ده كان منظر يا بنات الكيكه بتاعتنا. بتبتدي ان انت بتسويها بقى، عايزه بقى تحط اي شكل تزوقي الكيكه من عندك، من اي حاجه عندك، فاكهه عندك، مكسرات عندك، فرمايسي عندك، شوكولاته مبشوره تبشريها. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا بقطع الكيكه زي ما انتم شايفين، مفيش احلى ولا اطعم من كده، بجد كان طعمها خطير جدا. انا بعشق حاجه اسمها كيكه بالشوكولاته، اي حاجه بالشوكولاته كده بحبها. وكمان عملتها لكم من المره دي في صينيه مستطيله يعني. بصوا بقطعها بقى التقطيع ازاي، التقطيع ده اللي يعجبك. يلا بقى بينا نطلع قطعه كده واوريها لكم. هي بصوا صوص الشوكولاته كان بيلمع جدا جدا. يلا بقى بينا نطلع قطعه واقول لكم القطعه عامله ازاي، ومرتفعه ازاي، وهشه وطريه ازاي. شوفي عملت كام قطعه من الكيك تحليه زي ما انتم شايفين. انا طبعا مش عارفه امسكها كويس عشان ما بوظش الشكل بتاع صوص الشوكولاته اللي عليها. بصوا يا بنات هي مرتفعه ازاي، بجد خطيره خطيره، طعمها بجد واو، كان تحفه تحفه تحفه. جربوها بالمقادير بتاعتي دي، وامشوا بالخطوات بتاعت صوص الشوكولاته اللي انا عملتها، بجد مش هتندموا. جربوا الكيك اللي انا عملته دوت، احلى جاتو، احلى جاتو تعمليه في البيت. وطلعت معايا كذا قطعه، وكلكم بقى وتفرحي اولادك. زي ما انتم شايفين منظرها عامل ازاي، غرقانه غرقانه كده، مليانه صوص شوكولاته يا بنات. كل ده عملناه من 3 معالق بس، 3 معالق كاكاو، عملنا احلى صوص شوكولاته. وكمان حطينا يعني قسمنا. وده يا بنات كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.